طيب ماشي. اولا بقى سيبك بقى من الفيديو اللي انت داخل تتفرج عليه وترافيس والكلام ده كله. انا حابب اشكر كل واحد كتب لي كومنت على الفيديو بتاع الجوكر. يعني والله العظيم يا جدعان انتوا فرحتوني، والله فرحت جدا. ويعني اقل حاجه اقدر اقولها في اول الفيديو كده ان شكرا لكل الناس اللي كتبت كومنتات وعملت لايك، والناس كلها يعني اللي اتفرجت على الفيديو. حبايبي يا شباب والله. ازيكم يا جدعان؟ يوم الجمعه الصبح موقع كايروسين نزل خبر قلب الدنيا، والخبر بيقول ان ترافيس هيفتتح الالبوم الجديد بتاعه اللي هو يوتوبيا لاول مره في حفله في مصر في الاهرامات. طبعا الخبر ده خلى كل الناس تتكلم، لان حرفيا الناس حاطه توقعات عالميه ومستنيين الالبوم ده بفارغ الصبر، وبالذات فكره ان هو هيتعمل في مصر وعند الاهرامات دي ما كانتش مفهومه قوي يعني. فتعالى كده بقى نشوف الدنيا فيها ايه، ونشوف عم ترافيس ده عايز يعمل معانا ايه. تمام، فيديو عن ترافيس عشان لازم نرحب بالراجل اللي جه عندنا برضه. يا ريت انت كمان ما تنساش ترحب بيه وتنزل تعمله لايك وسبسكرايب للفيديو. تقول لي هو ماله بالموضوع، اقول لك انا بشغل دماغي يا اسطى وبالحب يعني عادي. ماشي نبدا. مبدئيا كده لو انت رايح حفله الراجل ده اعمل حسابك انك هتحضر اكتر حفله فيها باور وطاقه في حياتك، فانت اعمل حسابك ان انت مش هتستريح لحظه. ترافيس مشهور قوي بفكره الباور في الحفلات والطاقه بتاعته اللي في نفس الوقت بتوصل للجمهور، والفايبس دي بتبقى في الحفله كلها، لدرجه ان الحفله اللي هو كان عاملها في ايطاليا الناس هناك كانت حاسه بهزه ارضيه خفيفه بسبب الحفله بتاعته. انا والله مش بأفور، يعني فعلا في ناس كاتبه كده وفي تقارير نازله ان فعلا حصل هزه ارضيه بسبب الحفله بتاعته. ده غير بقى ان توقع ان في اي وقت من اوقات الحفله هو ممكن ينزل ليك وانت في الحفله ويحط المايك على بقك وتغني معاه، فبعمل حسابك برضو كده واحفظ لك اي حاجه عشان التيشيرت والجزمه الاير فورس ما يروحوش عليك. طيب بعيدا بقى عن الهزار، هو ليه الدنيا مقلوبه بسبب الحفله اللي هو هيعملها في الاهرامات؟ وايه قصه البوم يوتوبيا اللي الناس كلها بتتكلم عليه؟ وازاي بقى الراجل ده عبقري في التسويق؟ بس قبل ما نبدا، انا مش بايد ولا معارض ولا اي حاجه ولا بقول رايي اصلا، عشان ايه الناس اللي هتخش تقول لي انت بتدعم ومش، انا مش دعوه يا معلم. وبلس كمان بقى ان انا مش هاجي اتكلم معاك في نفس المواضيع اللي الناس كلها بتتكلم فيها، يعني على الاقل انت تلاقي عندي فيديو مختلف. فاعتقد ان الواحد يكون كرييتيف شويه، اعتقد ان الموضوع هيبقى احسن، فاهم؟ تمام، نبدا في الاول كده ان انا اقول لك ايه هو البوم يوتوبيا. يوتوبيا ده البوم ترافيس شغال عليه بقاله كتير قوي، والالبوم ده كان اول مره ترافيس يعلن عنه كان عنده على الانستجرام لما نزل صوره وكتب عليها يوتوبيا، وساعتها كان في ناس شاكه هل هو يقصد بكلمه يوتوبيا دي البوم ولا اغنيه ولا قصده ايه، ما كانش الناس فاهمه قوي. طيب هتقول لي يا عم عبد الله ليه الالبوم عليه ضجه قوي كده؟ ما عادي زيه زي اي البوم يعني. تعال اقول لك ليه. شفت البوست بتاع الانستجرام اللي انا قلت لك عليه ده؟ البوست ده من 2020. تخيل ان الالبوم ده بيتحضر له من حوالي 3 سنين ونص. عارف انت الحاجه لما بتقعد فتره كبيره كده بتبقى عظمه قوي، فاهم؟ اللي هو بتحط لها توقعات كبيره. انت البوم قاعد عليه 3 سنين ونص، انت اكيد مطلع حاجه عبقريه، فاهم؟ بلس بقى ان ترافيس من 2020 لحد اليوم اللي احنا فيه ده بيسوق للالبوم بشكل كبير فشخ وكرييتيف، يعني بطريقه مهوله. طيب ازاي بقى يا عم عبد الله؟ بص، ترافيس من نوع الارتست اللي مش بيتكلم كتير عن شغله، وبيحب دايما يشتغل في صمت، يعني هو بيحب الغموض، فاهم؟ وبسبب الموضوع ده بقى هو مكن التسويق. بس هنرجع بالزمن شويه الالبوم استرو وورلد اللي حرفيا كسر الدنيا لما نزل. وبعيدا عن ان الالبوم ده اخد احسن البوم في 2018 و2019، بس تعال نسيبنا من كل الحاجات دي او الحاجات الفنيه ونتكلم هو ازاي عمل ماركتنج للالبوم ده، لان فعلا الفكره عبقريه. اي عيل من سني بياخد المصروف، انا اسكندراني حتى سالوا بابلو. ترافيس عمل الحمله التسويقيه بتاعت الالبوم ده على 3 اجزاء. اول جزء فيهم اللي هو الايموشنال او العاطفي، ترافيس اختار اسم الالبوم استرو وورلد على اسم منتزه ترفيهي في ولايته اللي كان عايش فيها اللي هي اسمها هوستن، والمنتزه ده برضو اسمه استرو وورلد، واتقفل في 2005. والناس في الولايه دي كانت بتحب المنتزه ده قوي لانه كان متاسس ان هو عالم صغير ترفيهي جدا للاطفال، اللي هو زي مثلا ملاهي كده بس على شكل اكبر سيكا. وحرفيا المكان ده عاطفي شويه بالنسبه للناس اللي في ولايه هوستن، لانه قعد حوالي 38 سنه موجود، فكانت الناس بتحبه جدا وليهم ذكريات كتير فيه. فهو استغل بقى الحته دي وعمل اسم الالبوم تكريم للمنتزه الترفيهي عشان هو اتقفل يعني، والكلام اللي قلته لك ده. وهنا بقى بدا اول جزء من الحمله يشتغل، وهو اللعب على عاطفه الناس اللي هي في المدينه. وهنا بقى نيجي للجزء الثاني، الناس اللي هي بره ولايه هوستن عملوا ماركتنج كبير قوي للالبوم، لان الناس اللي بره الولايه ما يعرفوش حوار المنتزه والكلام اللي انا قلته لك ده. فساعتها ناس كتير قعدت تسال هو يعني ايه استرو وورلد وليه الالبوم اتسمى بالاسم ده والكلام ده. بلس
بلس بقى ان هو كان بيحاول يخلي الناس تحن للماضي بان هو بيستخدم العاب شبه اللي كانت موجوده في المنتزه الترفيهي ويحطها في الشوارع في طرق السفر وفي الحفلات اللي هو كان بيعملها، زي مثلا العجله اللي هي الدواره دي مش عارف اسمها ايه، والكرسي اللي هو بيقعد يلف ده. وطبعا الكلام ده عشان تتفرج على الحفله منه كنت اكيد بتدفع شيء وشويات، انا مش عارف طبعا، بس هو اكيد ده بيعتبر VIP يعني. وطبعا بقى هنيجي لاكتر حته ساعدت على انتشار فكره بروجكت استرو وورلد، وهي الجمجمه بتاعت ترافيس سكوت اللي كانت موجوده في كل دخلات الحفلات بتاعته، وده الجزء الثالث من الحمله التسويقيه بتاعت الالبوم. ترافيس سكوت عمل جمجمه من اللي هي بتتنفخ دي، عارفينها اللي هو بتقعد تتنفخ عند المحلات لما محل جديد يفتح، ووزعها على كل شوارع لوس انجلوس ونيويورك. وطبعا كان بيحطها في حتت حلوه بقى اللي هو ايه يعني حته هتساعد قوي ان الديزاين يبقى شكله جامد، فاهم؟ وده طبعا ادى لايه بقى، ان حرفيا كل الناس كانت بتاخد صور عند الجمجمه دي، ونزل بقى يا باشا انستا وسناب وتويتر وفيس هاته معاك. فكان الموضوع منتشر قوي كانه هو علامه سياحيه، فاهم؟ اللي هو انت حرفيا لو ليك حد صاحبك عايش هناك هتشوفه لازم يتصور مع الجمجمه دي، فاهم؟ يعني مفيش حد في امريكا ما تصورش غالبا مع الجمجمه بتاعت ترافيس. فانا بكلمك في دماغ متكلفه والله، اللي هو انا مش هعمل ماركتنج لوحدي، هات لي الناس دي كلها تسوق لي كمان. وبصراحه بقى شكل الجمجمه كان جامد فشخ، يعني هو كان فعلا عاملها كده على كل الدخلات الحفلات والاماكن، هو كان عامل فتحه في بقه كده اللي هو الناس بتخش من بقه للمكان اللي هو محطوطه فيه. فكانت الفكره صايعه قوي بصراحه، وتحيه للديزاينر يعني اللي عمل الفكره، وهو اكيد مش لوحده يعني اللي شغال على حاجات زي دي، هو في فريق عمل كبير يعني. طيب انا شرحت لك فكره التسويق بتاع ترافيس بتبقى عامله ازاي وقد ايه كرييتيف، فتعالى بقى نشوف هو ازاي بيسوق للالبوم اللي هو يوتوبيا اللي احنا كنا اساسا بنتكلم فيه في الاول يعني. مبدئيا البوم يوتوبيا ده بيتحضر له زي ما قلت لك من حوالي 4 سنين، وده هيبقى اجدد البوم من اخر البوم هو عمله اللي هو كان من حوالي 6 سنين. ففكره التشويق هنا لوحدها حوار، فاهم؟ اللي هو يعني الناس قاعده، لو انت قاعد بتحب ترافيس فانت قعدت فتره كبيره قوي عشان تسمع له البوم جديد، فاهم؟ يا عم انت عندك مروان بابلو لما اعتزل سنه وجي نزل تراك غابه اليوتيوب علق، فاهم؟ فهو اعتمد في الحمله التسويقيه بتاعه الالبوم على فكره التشويق، ان انت تشوق الجمهور. والنقطه الثانيه بقى اللي هي كانت جامده قوي، ان هو يستغل الاعلام والسوشيال ميديا اكتر في فكره التسويق للالبوم. يعني ايه؟ يعني هو كان بيحط علامات تخلي الناس تربط الكلام ببعض، اللي هو ايه، تعالى اوضح لك الفكره. على الطرق السريعه في كاليفورنيا هتلاقي اعلانات مكتوب عليها هل تبحث عن يوتوبيا، وهتلاقي مثلا بالبوردات تانية مكتوب عليها ان الطريق ده غلط. وطبعا الكلام ده هو مفهوم ان هو بتاع البوم يوتوبيا، بس الناس مش فاهمه هو ايه الفكره، فالناس بتسال فبتسوق، فاهم قصدي؟ يعني مثلا تعالى اوريك حاجه، كان في بالبوردايه معمول عليها ساعه مكتوب عليها ان هي تبع يوتوبيا والكلام ده. الناس قعدت تحلل الاعلان لحد ما فهموا ان الساعه اللي موجوده في البوردايه اللي هي في الصوره يعني هو ده تاريخ اصدار الالبوم اللي هي 21/7. فالموضوع هو بيلعب دايما ان فكره ان انت تفكر فتتكلم فتسال، فاهم قصدي؟ يعني مثلا هديك مثال تاني، في بروديوسر شغال معاه تقريبا في الالبوم اسمه مايك دين، نزل صوره من تايم لاين لتراك عنده على الانستجرام وكتب عليها يوتوبيا. وايه بقى كمان اللي حصل؟ ذا ويكند عمل له كومنت عليها، وطبعا بعد شويه ايه اللي حصل؟ اما مسحها. والموضوع ده خلى الناس بقى تتكلم قوي عن فكره ان في فيتشر في الالبوم مع ذا ويكند والكلام ده. طبعا الكلام ده كله ماركتنج يعني، لان بعدها يا باشا ظهر ترافيس وهو خارج من ستور اسطوانات وهو معاه بودي جارد شايل شنطه مكتوب عليها يوتوبيا. ومش ده الغريب في الموضوع بقى، يعني هو مش ده الغريب، امال ايه يا عم عبد الله الغريب؟ الغريب ان ذا ويكند نزل صوره فيها نفس الشنطه مع بودي جارد تاني كان معاه عنده على الانستجرام. وطبعا الناس كلها اتاكدت هنا ان في فيتشر ما بينهم. يعني انا بكلمك في واحد اللي هو ذا ويكند، بكلمك في واحد دخل موسوعه جينيس كاكتر مغني معروف في العالم، فانت بتكلمني في ماركتنج عالمي، فاهم؟ وبرده ذا ويكند لسه عامل ريتويت ان هو ما عندوش اي جوله يوم 28 اللي هو يوم الحفله. فبرده في سؤال تسويقي اكتر اللي هو هل ممكن ذا ويكند يطلع معاه في الحفله اللي هي بتاعت مصر والكلام ده. فانا بكلمك كلها اسئله وعايز الناس تتكلم اكتر، عايز الناس تسال، عايز الناس ما تكونش فاهمه، عايز الناس تحلل كده، فاهم قصدي؟ فالسؤال هنا بقى، تفتكر اصلا الضجه اللي معموله على ترافيس بسبب الحفله اللي هو عاملها والكلام ده كله، هل هي اساسا ممكن تكون فكره تسويقيه؟ وهل مثلا ممكن يكون كل ده تسويق للالبوم والحفله والكلام ده؟ فممكن ايه، انا معرفش، انا قلت اسالك انت السؤال.
غير بقى ذكائه في ان هو برضه يسوق للفيرجن الجديد اللي هو منزله مع نايكي. فهو كان لابس حته نايكي مكتوب عليها يوتوبيا، وطبعا الاعلام والمصورين صوروه. وعندك بقى الحته الاخيره دي يعني عجبتني بطريقه جامده فشخ، الكلام الهيروغليفي اللي هو كان مكتوب على النايكي بتاعته واللي الناس ترجمته بعدين وطلع معناها كلمه يوتوبيا. وده اللي خلى الناس تتكلم عن فكره حفله مصر قبل طبعا ما الحوارات دي تحصل يعني. والفكره اتاكدت في الاخر ان هو قال في الحفله الاخيره يعني انا مستنيكم عند الاهرامات والكلام ده. I can't wait to see y'all at the pyramids. بس كده والله اعلم يعني في ايه تاني ممكن يحصل لسه مش عارفين. بس دي كانت اخر حاجه موجوده عن البوم والكلام ده. بس كده انا نفسي اوصل 10000 سبسكرايبر، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لاخوك عبد الله والله يعني انا بحبكم فخلاص يعني، هو حب امتلاك يا عم، عايز تسميه كده سميه. كان معاكم عبد الله، سلام.